عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة رايحين اليوم نحضروا طاجين الحلو. نحتاجو في الطاجين هنا كما راكم تشوفوا درت معكم مغرف تاع ماكلة تاع مارغرين، حتى مغرف ونص مليحة المارغرين. راح نديرها معاها عود قرفة، وندير معاها نجمة طلق راح نديرو فوق النار يذوبوا. وهنا نصيحة عندي مشماش كنت درته في الماء الساخن، كنت موجداته من قبل درته في الماء الساخن، بات بايت في الماء الساخن باش يطرالي ويطيب لي بالخوف، باسكو نعرف بلي المشماش يشد شويه طيب يجي قاصح على البرقوق. والبرقوق هنا درت له الماء ودرت له الماء ساخن وخليته في الماء مع مع الزبيب. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما ذاب لي الدهان زدت العود تاع قرفه وزدت المطلق. وهنا من بعد نزيد البول نتاعي تاع السكر، وانتوما واش كي بغيتو تعبروا تنجموا ديروا بالكاس الا كنتوا افراد العائله قليله. درت بول نتاع سكر مع زوج تاع لي بول نتاع ما، بول تاع سكر مع زوج تاع لي بول تاع ما. وهنايا كنصيحه المشماش درتو في الماء، ما فرغت عليه الماء حامي وخليته يطرى، وتقدري تاني نديري له الماء حامي في الليل وتخليه يبات في هذاك الماء حامي المشماش باش كي تجي طيبيه بالخوف يطيب لك، خاطرش الماء المشماش قاصح يعني شويه على البرقوق يدي شويه طياب. هنايا درت نص حبه بصل زدتها للسيرو، وزدت معاها هذاك المشماش بعد ما صفيته من الماء وكان ديجا بات لي لا من قبل في الماء. وانايا زدت واحد شويه تاع الزعفران باش يعطي لي لون تاعي فوق النار حتى نشوفوا السكر تاعنا بدا يعقد ونتحصلوا على سيرو. تماك نبداو نضيفوا البرقوق بعد ما نصفوه من الماء هو والزبيب يكونوا درناهم من قبل في الماء حامي. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما شت البرقوق نتاعي قد راني نزيد هنايا البرقوق، وانتم كيما تبغوا زيدوا كل واحد الطريقه نتاعو في التحضير تاع البرقوق. كان يبغي يزيد الفواكه الفواكه المجففه كيما الكيوي كيما الاناناس نتوما وتبغوا تزيدوا. وانا زدت مغرف صغيره نتاع لافاني، وزدت معاهم هنايا مغرف كبيره تاع ماء الزهر هنايا نزيدوه في الاخير. ومن بعد نخلو البرقوق تاعي تاني يزيد يدي غليه زوج باش يزيد داك المزهر يعطي ذوق تاعه في البرقوق. وهنايا راني نوجد تاني للتزيين اللوز مقلي، غادي نقليه في شويه زيت، حميت انا زيت مليح وراني. وهنايا راه اللوز تاعي تقلى بيدي ديك التحميره الشابه الله الله ويجي تقرمش. وهنايا راح تشوفوا معايا في اخر الفيديو طريقة التقديم والتزيين وتشوفوا كيفاش جا، والله شهي. وصلنا لنهاية الفيديو والنتيجة راهي هنايا أمامكم. إذا مثلا عجبكم الفيديو ما عليكم فقط تكثروا لي من لي جيم وديروا بارطاج الفيديو مع أحبابكم وتفعلوا الجرس. نبقى لي نقولكم شهيتكم بالصحة ونتلاقوا في عدد آخر، وسلام.